اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نعمل كفته بطريقه جديده بتركات جديده هتعجبكم جدا، سهله وبسيطه وسريعه وما فيهاش اي حاجه، وتطلع احلى كمان من كفته الحاتي. معانا بصلايتين، جزرايه، كوسيه نقدر نستغنى عنهم. هنحط عليهم نص حزمه بقدونس ونص حزمه كزبره. نفرمهم كويس ونحط عليهم اللحمه، ونحط الملح والفلفل الاسود، بهارات اللحمه، ودي التركيه الاولانيه، رشه كربوناتو او ربع معلقه من البيكنج باودر. هنجيب اي حاجه ليها بوز كده طويله، اي ايد خشبيه، اي ايد خشب، دي معلقه مكسوره زي ما احنا شايفين، ونبدا نصبع عليها كفته. ما تلاقيش الكفته كله مش هتشوف كله، هنصبعها بالظبط زي ما احنا شايفين كده، بالحجم اللي احنا عايزينه، عايزينها اكبر عايزينها اصغر زي ما احنا عايزين. الفراغ اللي جوه الكفته ده بيخليها تستوي احسن وتستوي اسرع، وتطلع محرمشه من بره وطريه جدا من جوه وجوسي، تطلع حلوه جدا. البطاطس دي انا ما حطيتش عليها اي توابل او اي حاجه، لان كل بقى البهاريز اللي في اللحمه هينزل عليها وهيسويها، يخليها تطلع زي العسل واحلى من الكفته كمان. زي ما انتم شايفين عملنا فراغ فيها عن طريق المعلقه، سهله وبسيطه وسريعه وما فيهاش اي حاجه. هنجرب دلوقتي مع بعض واحده تانية. شايفين حلوه ازاي؟ كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط حته اللحمه، قطعه اللحمه على ايدينا، ونضغطها على العصايه اللي احنا عاملينها. ممكن تكون اي عصايه موجوده عندك، لو مش موجود ممكن قلم على فكره تغسليه كويس وتستخدميه برضو هيقضي الغرض. تقدري تعمليها بالسمك اللي انت عايزاه، وتقدري تعمليها بالطول كمان اللي انت عايزاه، وبس. وبتبقى جميله وحلوه وطعمها جميل. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكون الوصفه سهله. تقدري تستغني عن الخضار زي ما انت عايزه، تشيلي الكوسه او الجزر او تسيبيهم، او تزودي برضو بتبقى حلوه. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو كملتوا الفيديو لحد هنا اتمنى انك تكتبوا لي في الكومنتات تحت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سلام.